حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل عليكم، ومع بعض ان شاء الله في روتين جديد. ان شاء الله كده يبقى روتين حلو باذن الله ويمشي كويس كده بدعواتكم ان شاء الله. فالنهارده انا ابدا انا لسه كده هدخل بقى صحي سيف، فبس خرجت الاول اشوف الجو. يعني الجو حلو، حلو مش وحش. فربنا يسهل. هو فيها هوا، فيها لسعة هوا كده بس. تمام يعني الجاكيت هيقضي الغرض ان شاء الله. فانا قلت بقى اصبح عليكم من البلكونه ومن الهوا الجميل ده. فادخل بقى صحي سيف واظبط وفي ان شاء الله هنزل السوق اجيب برضو حاجات وانا طالعه واوريها لكم، نفطر سوا وان شاء الله كده يبقى يوم جميل باذن الله. وانا في دماغي ان شاء الله هطبخ يعني انا هطبخ يعني في دماغي انا هطبخ يعني ان شاء الله. اكيد انا ما بطبخش يعني، اكيد ما بنطبخش كل يوم انا بنطبخ كل يوم وبنتهدي كل يوم. فربنا يعيننا فعلا على الصحيان بدري، ده حاجه لا تطاق لا تطاق. صباح الفل عليكم حبايبي. خلاص وديت سيف وطلعت بقى. في ايه؟ جبت حاجات، شويه مشتريات كده محتاجاها. جبت الاول المكرونه اللي انا بحبها طبعا، اللي هي الحوا، اللي هي اسمها ايه، مرمريه. لا دي مش المرمريه، دي الهلاليه. بنحب انا ايه المعوجه. فجبت 3 اكياس، الواحد 4.5 او 4 وربع. وبالباقي الفكه جبت ايه، فانيليا دريم حلو قوي. وجبت طبعا اللفت، هغسله بقى وانضفه. كيلو ونص، كيلو ونص ب5، 3 ب10. وطبعا الفراوله حبيبتي الكل، الكيلو وربع ب10. الكبيره بقى دي انا مش عارفه، هي ريت ترخص شويه بقى عشان نبدا ايه نخزنها. بحبها انا عصير وساندي بقى كانت كل ما تيجي اجازه بتبقى عايزه عصير الايه الفراوله. والحبايه جميله، هي ما شاء الله كبيره. هو الراجل بقى قاعد بينقي الكبيره ويحطها على الوش كده، يعني ايه بيعمل خدعه للناس. بس وهم يقوموا جايبين لك بالطبق كده وما انتش عارف، بس هي ما شاء الله. لا ايه، فالحمد لله طلعت واحده حلوه. يلا هنعمل ايه كده. الفراوله كيلو وربع ب10. وطبعا جبت البتنجان الابيض بس مع الاسمر، بس ما اعرفش برضو ليه كده بقى ب8. ادتني الكيلو وربع ب10. والفلفل ايه تكملة الميزان، احمر واخضر. انا بعمله بقى ممكن لو في غدا او بعمله مسقعه. ممكن النهارده هعمل لكم طبق جانبي كده بقى اجهزه واعينه في التلاجة. فطار مع طعميه مع فول ينفع يعني، بنشد منه وناكل. او طبعا مش الاولاد. والبطاطس في دلوقتي انا لقيت كذا واحده منزله اللي هي البطاطس اللي ما فيهاش، اللي الرمليه. بس بصراحه ما رضيتش اجيبها. وتقول لك الشيبسي. رحت طبعا لعم السيد اللي انا بجيب منه، قال لي ولا شيبسي ولا حاجه. قلت له انا ما جبتش منها، انا انا جيت اخد من عندك. ده الحجم ده اللي هي الكيلو ونص. وطبعا الكبيره شويه الكيلو وربع. وفي الكبيره قوي اللي هي اسمها السبوتله او حاجه زي كده، بصراحه ما سالتش عليها. فدي مشترياتي اللي جبتها. طبعا الجرجير حبايبي، قلت بقى مادام وانا بفضل المشتريات انا جبتها. فقطعت البتنجان عشان هعمله بطريقه كده اكيد كلنا عارفينها يعني، اعتقد يعني كلنا عارفينها. فاعملها وبعينها في علبه والتلاجة هنشوف طريقتها. وقطعت كام بطاطسايه برضه عشان الاولاد لما تيجي من المدرسه وحضانه يفطروا اي يعني، ياكلوا كده لغايه ما يكون الاكل خلص بقى ان شاء الله. عشان هم عندهم دروس فياكلوا اي ينقنقوا كده لغايه ما الغدا يبقى خلاص. طبعا ده منظر الحوض بتاعي من بالليل. الصبح بس كانوا الكوبايتين دول، وما شاء الله ما فيش مواعين. تمام والدنيا جميله. هنستنى بقى مواعين الغدا ومواعين اللي هنطبخ فيها. فهنظبط البتنجان طبعا هنحط عليه ملح عشان ما يشربش الزيت كتير. والبطاطس برضو حاطه فيها ملح عشان تبقى مقرمشه. وممكن لو ميه دافيه وممكن شويه خل، بس انا بحط شويه خل كتير. لما بحط الخل ببقى حطاه في البطاطس الشيبسي اكتر، مش البطاطس الصوابع. فاروح افطر. صباح الخير. جهزت بقى الفطار بتاعي. فجهزت ما جهزتوش انا يعني، ما تعبتش وخبزت وعملت كده، فاشتريتها الجاهزه فطيره. ومش عايزه اقول لكم كفايه عشان المنظر، بس جسمكم قلبكم ما يوجعكمش. لا تطاق، ما نقدرش. طبعا الشاي باللبن.
فهفطر معاكم بقى. الصبح بصراحه ما بيبقاش جاي لي مزاج، مع ان انا ممكن ببقى نقنق كده وانا بعمل لهم السندوتشات، بس لازم اقعد مع نفسي كده وعلى الكرسي بتاعي وكوبايتي وافطر، ويكون الجو رايق ومفيش اسمع صوت بيم في البيت، ما اسمعش صوت بيم وانا بفطر، عشان الاكل ده مزاج. فبسم الله الرحمن الرحيم، هفطر كده على السريع ونشوف يومنا الطويل بقى ايه، ونخلص. ناويه ان شاء الله اخلص حاجات كتير كده قبل ما انزل اجيب ايه الاولاد. هاخدكم معايا برضو فسحه افسحكم. بتاعت البتنجان انا بقلع على العين التانية البتنجان، فهنا جبت الطاسه حطيت فيها شويه زيت، وهنا فرمه توم او دقاه انا بدقه في اللي هو الهون بتاع التوم، فهصفرها طبعا ايه تصفيره خفيفه بس كده. هو البتنجان بصراحه شجعني لما لقيته شكله بيلمع كده، وعلى رأي ماما بيضحك، فحبيت اللي انا اجيبه واعمله. انا هعمله هو مش للغدا النهارده بقى، عادي بحطه في علبه للعشاء للفطار في اي وقت، او للغدا بقى في يوم ابقى محتاجاه معاه كشري او كده، في يوم ايه هبقى محتاجاه. ومقطعه ايه طماطم صغيره، وانزل ايه هسيب الطماطم تتسبك مع التومه لغايه اما تدبل خالص، وبعدين الفلفل اخضر بارد وحار، حار لغايه برضو ما يدبل معاه شويه، وهحط ملح. طبعا انا دق الملح، بناخد بالنا من الملح وكمون وشويه خل، نبقى نيجي نفضيها على البتنجان سوا مع بعض. حبايبي خلاص بتنجاننا طلع اهو، طبعا طلعناه على ورق مناديل مطبخ في عشان يصفي الزيت اللي فيه، وطبعا حطينا ملح وهو بيتنقع عشان ما يشربش زيت كتير. الخلطه بتاعتنا اهي وصلت بالسلامه، ما اقولكوش على طعمها ولا الحر بتاعها. بصوا خلاها فيها صوص كده يعني جوسي شويه عشان تعرف تتحط على البتنجان كله. هناخد شويه ونحط على البتنجان. في ناس بقى بتعملها ازاي، يعني دي البتنجانه اهي تقوم حاطه، وتقوم حاطه بتنجانه تانية فوقها فوق لغايه ما بيكمل كل الكميه اللي عندها. انا بس هرشه كده، وبعد ما بيبرد ويهدى خالص هفضيه في علبه واحطه في التلاجة، احطه على فوتي. وده شكله رغيفين سخنين والنبي يا حاج. النهارده بقى الميعاد بتاع تغيير اوضه الاولاد. انا كل فتره بقلب المراتب جهه كده وجهه كده، عشان السوست ما تبقاش كلها، تبقاش النومه كلها على جهه واحده فتبوظ. كل شهر او كل شهر اقلبي المرتبه اللي فوق تحت واللي تحت فوق. هقلب دي ودي، وفتحت الشباك برضو يهوي مع ان الجو برد، بس برضو نغير الهواء. طبعا السجاده هتتكنس واغير الدفايه، مش عارفه نقلب بقى كده يا مسهل الحال. لا هقفله واقلبها ونفرش سوا. طبعا هنفض الخشب كله والمرايات ونظبط الامور. خلاص رجعت المراتب تاني بقى الاتجاهات الصح، وركبت الكفر تاني وطلعت الدفايات اللي هفرشها ونفضت كده. بقى لسه الدولاب برضو عايز اعيد بقى الحاجات اللي هي الخشب دي، بقيت تقوم داخل فيها. تقعدي بقى رايح جاي كده. الفوطه طبعا ناشفه. هو الدولاب بتاعي اللي هو ضلفه شماعه والرفوف، وضلفه تانية شماعه. هظبط بقى كده وافرش واوريها لكم بعد ما افرشها بشكل انا كده خلصت الاوضه اهو، بس لسه بقى المخدات انا حطاها في البلكونه. هو مفيش شمس بس هتتهوى مع طبعا البطاطين. حتى انا سبت الشباك برضو مفتوح وسايبه الستاره برضو يهوي الاوضه ويغير هواها كده. وحطيت الدفايات اهو، دي ودي. طبعا انتوا عارفين ان انا في الشتاء ما بفرش الملايات،
هي بس بحط الدفايه والمخده بس، وكنست السجاده وحطيتها بس كده. وده كانت الاوضه، وده كان اللي هو الروتين الاسبوعي بتاعي في الاوضه. لازم اشتغلها وانفضها واقلب. لا، المراتب كل شهر، المراتب كل شهر تتقلب على الوش ده والعكس بس. ونفضته ومسحت، فاستنى بقى لغايه اما المخدات تتهوى واجيبها، وكده الاوضه خلصت. واشوف بقى ورايا ايه. تمام، انا نزلت كده بقى راح اجيب الاولاد، والسماء صافيه بس ما فيش شمس. يا رب ما تشتيش. مطلعه البطاطين والمخدات بره في البلكونه. ربنا يستر لغايه اما اروح. اروح اجيب الاولاد بقى واجهز الغدا. هم ياكلوا بقى البطاطس اللي هناك دي لغايه اما اطبخ بقى. يلا ادعوا دعوات كده للبطاطين ما يجرالهاش حاجه ولا يجي عليها ميه. يلا حبايبي استنوني بقى، خلوا بالكم من الشقه لغايه اما نيف. جربتها مره تانية بقى قبل كده، اللي انا قطعت البصل حلقات كده، وملح وفلفل وبهارات فراخ، بهارات لحمه طبعا، عشان انا اعملها صينيه بطاطس في اللحمه. واهم حاجه تدعكي البصلايه بالتوابل اللي احنا حطيناها، الملح والفلفل وبهارات اللحمه. نزلوا كل العصاره اللي في البصلايه. انا كنت الاول اعملها كده واقوم حاطه الطماطم والبطاطس. فانا هاخدها على النار تشويحه كده، مش هغير لونها بس تدبل. ونشوف الخطوه التانية مع بعض. حطيت بقى البصلايه على النار طبعا بعد ما دعكناها. احط حته سمنه زيت، لو سلام لو حته سمنه بلدي تبقى احلى واحلى. بس انا ممكن مش هزود برضو دهون، عشان طبعا هحط شوربه، فهنحط من الشوربه هنا، فعشان كده مش هنكتر دسامه اكتر من كده. والله الحته البلدي هتبقى تدي ريحه حلوه. بصوا هي بدات تدبل اهي. معايا برضو معلقه توم معتبره كده احطها، وطبعا عصره الطماطم. بس انا حاسه ان هي لونها مش محمر قوي، هحط كمان معلقتين صلصه عليها. ما اقولكوش على الريحه. تدبل بس كده ننزل بالصلصه. نحط البطاطس بقى بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اطعم اكل بصراحه البطاطس دي، اطعم خضار. ونرصها في الصينيه. وهنا مقطعه فلفل، وفي لو حر برضو هيبقى جميل بصراحه. هتاخد غلوتين على البوتاجاز. ونحط برضو من الحله دي فيها اللحمه لسه، نحط كرنبين شوربه كده او عشان يدي طعم حلو للبطاطس. ونبقى نشوفها بقى في الاخر ان شاء الله لما تطلع. حبايبي دي ما شاء الله هي صينيه البطاطس. انا بحبها متحمره كده، ولو متحمره اكتر تبقى جميل. ولسه بقى مدخنه اهي، طبعا معاها رز ابيض والشوربه تتاكل وريحتها يا جماله. جميله جميله جميله. انا هعمل بقى الحلو النهارده كيكه، بس هعملها كلها شوكولاته. فالمقادير معانا، بس انا عاده قلت بقى عشان ما اعملكوش من الاول وتقعدوا تقولوا لي بتدوشينا يا سلوله بالمقادير بتاعتك. 3 بيض، 4 سمنه، 4 كوبايه ونص سكر. السكر طبعا على حسب الاحتياج وعلى حسب ما انت حابه الطعم. وطبعا حطيت شويه خل، واللي هي علبه الفانيليا اللي بتبقى الصغيره، وضربتهم مع بعض. طبعا كوبايه اللبن بس مش هحطها كلها، هحط شويه واضرب لغايه احتجتها هحطها، ما احتجتهاش خلاص. احط الدقيق. جهزت كيكتي وصينيتي، طبعا مولعه فرني.
2 دقيق والنص حطيت دقيق وكاكاو مع بعض عشان انا كلها عايزاها ايه شوكولاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيس بيكنج باودر او كيس شيف كيك اللي انت حابه. انا حطيت بيكنج باودر. درجه حراره 180 ساعه الا ربع. بعد النص ساعه بتشوفيها بقى وتكتشفي ايه استوت ولا ايه. طبعا على الرف الوسطاني ما تسيبيش ولا حته عجين، كله نزلي. ادخلها بقى الفرن بس ايه كله مش هسيب فيكي حته. يلا مش مشكله ما جاتش على دي. ونهز الصينيه بس كده ايه خبطتين كده وندخلها بقى. خلاص يبقى دام الفرن سخن نتوكل على الله وندخلها على طول ونشوفها بقى ان شاء الله لما تطلع. حبايبي انا كده مش هلاقي حاجه بقى ختمه بعد اليوم الطويل النهارده كده، فعملت بقى لنفسي كوبايه شاي والكيكه واظبط بقى ايه دماغي كده. احلى حاجه كيكه تعمليها، هتفطري هتتعشي الاولاد هتاخد منها. انا ببقى بقطعها بالطول كده عشان يعرفوا ياخدوا يمسكوها في الطبق، فسهله وحاجه مش مكلفه. والصينيه يعني بتقعد يومين ولا يعني على حسب يعني الاكل بتاعها والشد منها. فربنا يسهل ويخلي اولادنا جميعا ويهديهم ويعيشوا وياكلوا ويتبسطوا ونعيش ويقدرنا ونعمل لهم. وده ختمه روتين النهارده، وكل روتين وانتم طيبين. واستنوني تاني في فيديوهات كتير. بحبكم كتير.